فكل شيء يسير لصالحك مهما بدا في نظرك سلبيا. الله يدبر الأمور بحكمة تتخطى فهمك. هتلاقي اللي بيتكلم عن النجاح وهتلاقي اللي نجح بالفعل، وفي اللي بيتكلم عن الكفاح والسعي، وفيه اللي كافح وتعب بجد، وفيه اللي بيتكلم عن ازاي يقدر يقف من تاني، وفيه اللي فشل وقدر يبدأ تاني من جديد. الكلام الجميل سهل، وإنك تتفخر بحاجة مش عندك مش أسهل من ده، لكن في النهاية بيبقى الفعل والمعافرة هما اللي ليهم نتائج حقيقية. متتكلمش كتير وقوم واشتغل وواجه الحقيقة. ومثال على ذلك، من ضمن الحاجات اللي لازم تعملها عشان تنجح، لما تكون بتفكر في أي حاجة أيا كانت هي إيه، حاجة عاوز تشتريها أو برنامج بتفكر تشتغل عليه، تلاقي فيسبوك يجيبهولك لحد عندك في بوست أو في إعلان، الناس بتتكلم عن الحاجة اللي أنت بتدور عليها، كأنه بيحس بيك وبيقولك شباك لبيك. أنت عارف إن عقلك وطاقتك بتتعامل معاك زي الفيسبوك. افتكر كده معايا، لما كنت بتفكر تشتري حاجة مثلا عربية معينة أو أي حاجة أيا كان اسمها، بتلاقي عينك طول الوقت شفاف، تحس إنها كترت أوي حواليك لأن تركيزك زاد أوي عليها في الفترة دي. نفس الحكاية بالظبط لما تلاقي نفسك مركز على أي حاجة سلبية في حياتك، سواء كلام سلبي بتقوله لنفسك باستمرار أو إحساس سلبي بتحسه ناحية نفسك طول الوقت، زي أنا فاشل، أنا مش شاطر، أنا متدمر. كل ده بيحصل في عقلك، مش لازم لسانك ينطق يعني. هتلاقي عقلك بيركز أوي على الحاجات اللي أنت مركز عليها وبتشدها لحياتك، سواء كانت طاقة سلبية أو أشخاص سامة، وبيجيبها لحد عندك ويقولك شباك لبيك. وطبعا العكس صحيح، كل لما تكون طاقتك إيجابية ونظرتك إيجابية وفيها تفاؤل لأي حاجة في حياتك، هتلاقي حياتك بقت أحسن على مدار الوقت وبالتدريج. وكل شيء يسير لصالحك مهما بدا في نظرك سلبيا. الله يدبر الأمور بحكمة تتخطى فهمك. النور ينبع من الداخل والقلب يبتسم قبل الشفاء، والراحة موطنها ثنايا الروح قبل الجبال. إن سمحنا لأنفسنا بأن نضيء من الداخل لن يطفئنا شيء من الخارج على الإطلاق. سنلتقي إن كان في العمر بقية.